الحكاية بتبدأ مع كاميرون بو اللي بيشتغل ضابط في الجيش الأمريكي ونزل أجازة بعد الحرب، وبيقابل مراته اللي كانت محضرة له خبر سعيد جدا وإنها حامل. لكن كان في شباب موجودين في المكان اللي هم فيه وابتدوا يرخموا عليهم، وطلبت ريشا من بو إن هم يمشوا وما يعملش مشاكل معاهم. وفعلا سمع كلامها، لكن الشباب فضلوا موجودين وراهم وهيدخلوا خناقة كمان مع بو وهيبتدوا يضربوه. وهنا تريشا هتحاول تجيب مساعدة من أحد أصدقائه، لكن هترجع هتلاقي إن بو قدر إن هو يسيطر عليهم. ومش بس كده، ده قتل واحد منهم، وهيبتدي ينادي عليها. وهيجي صديقه وهيتأكد ان الراجل ده مات، وهيعرفوا ان ابوه بقى في مشكلة عشان يتحول للمحكمة على طول. واللي هيطلبوا منه ان هو يعترف بالتهمة بتاعته، واللي هيرفض كده وهيحكموا عليه من 7 ل10 سنين سجن مشدد. كده تبقى حياته العسكرية انتهت وهيحولوه للسجن. وهو في السجن كان بيحافظ على لياقته البدنية، وكان بيستمر في التمارين بتاعته. ومش بس كده، كان بيحتفظ بكل الجوابات اللي بتبعتها له مراته، واللي بيقدر من خلالها انه يشوف كيسي بنته الجديدة. وهنا جاله جواب منها انها مستنياه لان هو خلاص خارج افراج من السجن، وكان بيودع صديقه بي او. وهيبتدوا هما الاتنين يجهزوا حاجاتهم عشان هيتنقلوا على الطيارة. واحد منهم هياخد الافراج اللي هو كاميرون بو، والتاني هيترحل. الطيارة دي فيها 155 سجين، وفيهم ناس من اشرس الناس اللي موجودة. وهيبتدي دانكن واحد من مكافحة المخدرات يوصل عشان عايز يطلع عميد سري ليه على الطيارة، واللي قابل الضابط فينس المسؤول عن عملية تأمين الطيارة، واللي فعلا اتفق ان هو هيطلعه العميل السري. لكن فينس هيرفض ان العميل ده يبقى معاه اي سلاح، واللي هياخده منه بعد ما دانكن وافق له بكده. وفعلا بياخده منه. وهيبتدي نشوف مين اللي طالعين على الطيارة، وواحد اسمه بيلي. وبعد كده كمان هنشوف دايموند، وكمان غير دايموند اللي هو صعب جدا لانه كان في الجيش في الاسود السوداء، هنلاقي الاصعب وهو سايرس اللي هو ملقب بفيروس. والتلاتة دول من اصعب الناس اللي موجودة واشرسها اللي هتبقى موجودة على الطيارة، واللي بيبتدوا يدخلوهم في زنزانة خاصة جوه الطيارة. كاميرون بو هيبتدي كمان هو يترحل ويطلع على الطيارة، لكن خد منه رئيس الجنود صورة بنته، واللي وعده بو ان هو ياخدها تاني. ودان كان بيفتش العميل السري بتاعه بنفسه عشان يحط له مسدس من غير ما حد ياخد باله، وقال يعني مش واخدين بالنا. يلا بقى جهز قهوتك معايا ويلا بينا نكمل حكايتنا برئيس الجنود اللي بيضرب واحد عشان ما سمعش التعليمات بتاعته. ومش بس كده، دول بيبتدوا ان هم يكمموه. وفينس خايف بسبب وجود كل الوحوش دي على الطيارة، واللي فعلا كان عندهم خطة بيبتدوا ينفذوها بمجرد ما الطيارة ابتدت انها تخرج، خطة للهروب. لكن الخطة دي محتاجة ان واحد ينفذها بره الزنازل اللي موجودة جواها، واللي فعلا بيطلع مية نار من جواه. وبيبتدي كمان من خلال الكبريت اللي موجود معاه انه يحدفها على اللي قاعد جنبه ويولع فيه. وكل ده عشان يجذب انتباه الحراس، ويقدر ان هو يروح ناحية الابواب بعد ما سرق المفاتيح من الحارسة، وعشان يفتح الباب لدايموند، واللي ابتدى بعدها بقتل واحد من الحراس. وهنا كان دايموند بيحاولوا ان هم يسيطروا عليه من خلال كل الشرطة اللي موجودة. وكمان مساعد الكابتن بياخد السلاح الوحيد اللي موجود على الطيارة وبيخرج عشان يسيطر على الموقف. لكن لا، سايرس موجود وبياخد السلاح منه، واللي بيقتل اتنين بيه، وبعدها بيقتل مساعد الطيار نفسه. وبكده سايرس بيبقى سيطر على الطيارة وعلى كل اللي فيها، وهيبتدي يقول لهم ان هو الكابتن الجديد، واللي هيعرف كاميرون ان الطيارة في خطر. وهيبتدي فينس يحس بحاجات خطيرة جدا بتحصل. وهنا سايرس هيبتدي ان هو يخرج بيلي عشان يساعدهم في عملية السيطرة على الطيارة. وفي واحد من الموجودين كان عايز يعتدي على الحارس عشان يوم كاميرون ويبتدي ان هو يضربه. وبعد ما ضربه، سايرس بيأكد صحة موقفه ونبه الراجل ده انه ما يعملش كده تاني. وهيبتدي يعرف من رئيس الجنود ايه اللي موجود او ايه الخطة اللي هتحصل، واللي بيقوله ان الخطة ان الطيارة تنزل في مدينة كارسون وهنسلم فيها 6، وبعد كده بيطلع لنا باقي الناس. واللي هيبتدي سايرس يقول ان احنا هننفذ الخطة. لكن كان الحارس السري اللي موجود اتكشف وبيحاول يرجع الوضع تاني من الاول. لكن هنا كاميرون كان بيحاول يهديه، وفي واحد من المساجين حاول ان هو يشغله عشان يدي فرصه لسايرس انه يقتله. وسايرس اعجب جدا بكاميرون وافتكر ان هو بيساعده، واللي يبتدي يتكلم مع صديقه يقول له ان سايرس بقى معجب جدا بيك. وبعدها يعرفوا ان الثلاثه البيض المطلوبين ان هم يسلموهم في مطار كارسون لقوهم كلهم مقتولين بجانب الناس السوداء اللي موجوده معاهم. وهيقرروا ان هم يسلموا ناس تانية بدلهم، وطلبوا متطوعين. وكاميرون وصديقه كانوا عايزين يسلموا نفسهم، لكن هنا هيطلبوا من صديقه ان هو يرجع، واللي وعدوا كاميرون ان هو هيفضح امرهم اول ما ينزل. لكن بعدها بيقولوا ان هم هيتم تكميمهم واللي مش هيقدر يتكلم. وكانوا بيفتشوا زنزانة سايرس ولقوا فيها حاجات غريبة جدا، لقوا فيها مخططات للطيارة بعد ما اكتشفوا كل حاجة. وبيبلغوا فينس الضابط المسؤول، واللي على طول هيروح لزنزانة فيروس واللي هيعرف فيها كل حاجة. وهنلاقي ان كاميرون بعد ما لقى ان هما بيكمموا ناس، طلب ان هو يرجع في قراره عشان خاطر مش هيقدر ينقذ صاحبه بالشكل ده. وهيبتدي يقولوا له انت خلاص مفيش مشكله انك ترجع، والطيار هو اللي هنسلمه مكانك. وهيبتدي يقول انا رجعت عشان الحارسه وكمان عشان خاطر بنتي، وبياخد صوره بنته فعلا من رئيس الجنود.
فهيبتدي كاميرون ياخد جهاز التسجيل اللي كان موجود مع الضابط السري عشان يفكر ان مطار كارسون يبتدي يعرف اللي بيحصل في الطيارة. وفعلا الطيارة كانت وصلت في مطار كارسون وبتنزل عشان تلاقي كل اللي موجود مستنيها من الشرطة ومن كمان المساجين الجداد، وبيبتدي خطة كاميرون ينفذها. وينزل الراجل ده اللي هو رئيس الجنود، لكن كان مكمل ما كانش عارف يعترف بكل حاجه، ويبتدي سايرس ان هو يستلم المساجين الجداد واللي كانت عارفاه، وعرفهم خلاص انهم مسيطرين على الطياره. واحد منهم فرح جدا ونبه واحد قال له انت كده هتفضح امرنا. وهنا الضابط فينس كان لقى كل المخططات بتاعه الطياره وعرف ان الطياره بتاعته في خطر، وكمان قدر يعرف من الكتب اللي كانت عند سايرس ان هو كان بيخطط لاجتماع عشان خاطر يقدر يسرق الطياره، وبيخطط كمان ان الطياره لما تنزل في مدينه كارسون هيعمل ايه. وسايرس كان محضر لهم مفاجاه ان حصل انفجار شديد جدا قتل كل اللي موجود في الزنزانه بتاعته. وهيبتدي واحد من المساجين، وده كان الطيار الجديد، ان ينفذ باقي الخطه ان هو اللي هيطير بالطياره. وكان في واحد من باقي المساجين بينفذ خطه تانية، ان خد جهاز التعقب اللي موجود فيها وراح ان هو ينقله لطياره تانية تماما موجوده في المطار، بحيث ان لو الشرطه عايزه تتعقب الطياره تتعقب الطياره الخطا. وهيبتدي العربيات انها تتحرك، لكن كان في مسجون خطير جدا بينقلوه، واللي بيبتدي سايرس يستقبله. والمسجون ده كان بيقتل ناس كتيرة جدا، وكان القتل عنده عادة سريعة جدا بيحب يعملها. وبعدها هيبتدي ان هم يعتدوا على المساجين عشان كانوا بيحاولوا ان هو يتكلموا، واللي بينزل منه التسجيلات واللي بيشوفها واحد من الامن وبيعرف ان في حاجة غلط، لكن هيبتدي يكمل الحركة بتاعته وبلغ ان طيارة تحت الاختطاف، وبيبلغ واحد من الامن اللي موجود واللي نزل. لكن سايرس هنا كان اسرع منه وكمان هيقتله، وبيرجع سايرس بسرعة وكل الموجود للطيارة وبيأمرهم ان هم يطلعوا باقصى سرعة من المطار. وسابوا الراجل اللي كان موجود معاهم اللي كان بينفذ الخطة البديلة، وهو ان هو ينقل جهاز التعقب. وفعلا الطياره دي كمان هتبتدي تتحرك. وهنا دانكن وفينس كانوا الاتنين بيدخلوا مع بعض في خلاف شديد جدا، ودانكن عايز يدمر الطياره بكل اللي موجود فيها، وهيبتدي كمان انه ينفذ خطته واللي فينس كان معترض عليها. ودانكن طلب قوات مسلحه انها تساعده. هنرجع تاني للطياره، واللي بيبتدوا ان هم يغيروا المسار بتاعهم لان التانيين بيتعقبوا طياره خطأ. وحصل اتصال بين فينس وبين سايرس، واللي عرف ان سايرس مسيطر على الطياره، واللي كان طبعا رافض يتكلم مع دانكن، وبعدها هيكذب عليه وهيقول لكاميرون بون ان احنا رايحين لمطار لارنل، واللي كانت الشرطه استدعت مراته وبنته عشان يحاولوا ان هم يطلعوا منهم باي معلومه. لما عرفوا ان كاميرون بون جات له كذا فرصه ان هو يهرب ورفض الهروب، وان هو كمان انسان حر. وفينس هيستغرب من دانكن اللي ابتدى ينفذ خطته، وهيكتشفوا ان في جسم غريب متقل الطياره، واللي هيطلب سايرس من كاميرون بو ان هو ينزل ويتفقد الجسم ده. وده فعلا اللي هيطلبه دايموند من كاميرون، واللي هيقول ان سايرس عايزك تنزل هنا عشان تتفقد ايه اللي موجود. واللي هينزل معاه وهيلاقوا واحد مقتول، واللي هيقرروا ان هم يرموه. لكن كاميرون بو فكر في حاجه تانية، وانه ياخد القلم ويكتب كمان رساله موجوده عليه عشان لما ينزل الشرطه تكتشف ايه اللي حصل. وفعلا بيرمي الراجل ده، واللي بنلاقي ان هو بينزل بيدمر عربيه كانت واقفه في اشاره مرور. وفعلا الشرطه بلغت فينس بالرساله، واللي هيبتدي تاني ان هو يحاول يوصل مرة تانية ويعمل احصائيات على حسب المكان اللي وقعت فيه الجثة. وهيبتدي يبلغ دانكن اللي رفض ان هو يسمع كلامه، وهيكمل خطته وقال انا هتعاقب الطيارة. وهنا فينس هياخد عربية دانكن عشان يوصل لمطار ليرنر عشان يبتدي ينقذهم. وبيلي كان اكتشف امر كاميرون بو، واللي ينزل كاميرون بو يلاقي ان هو بيقرا رسالة بنته وبيقراها باستهزاء، وبيتخانق مع كاميرون بو وعايز كمان ان هو يقتله. واللي بيقدر كاميرون بو ان هو يتخلص منه عشان ما يفضحوش. وبيوصل دانكن يلاقيها انها طياره ركاب عاديه، وان الناس اللي موجوده فيها مش مساجين، وبيعرف ان فينس كان معاه حد. وبيبتدي فينس ان هو يوصل لمطار ليرنر، وبيلاقي ان الطياره بتاعه المساجين كمان وصلت للمكان، وبتبتدي تصطدم في حاجه وبتتعطل الطياره، واللي بينزلوا منها وبيبتدوا يدوروا على الطياره اللي كانت مستنياهم. كل المساجين نزلت، وكاميرون بو كمان بينزل وبيقرر ان هو ينفذ خطه تانية عشان يعطلهم، واللي منع دايما من قتل الحراس اللي كانت موجودة معاهم. وكمان هنلاقي انهم بيكتشفوا ان القوات بتبتدي تقرب منهم، واللي قدامهم حوالي 12 دقيقة بالظبط عشان يوصلوا لهم. واللي بلغهم واحد من المراقبة ان القوات قربت فعلا وقال لهم على المدة. لكن كاميرون بو بيدخل في مواجهة مع ناس كان معاها سلاح جنب المطار، واللي بيبتدي ان هو يضربهم. واللي قدر ان هو ينقذه كان فينس، واللي بيتعرف عليه وبيقول له انا كمان هساعدك.
ويبتدي هنا هنلاقي ان سايرس بيحاول انه يحرك الطياره، وبكل المساجين اللي موجوده معاه بيحاولوا يخرجوها من مكانها، لكن واحد من اللي كان موجود معاه خد الطياره الاضافيه اللي كانوا هيطيروا بيها، وابتدى فينس ان هو في اخر لحظه ينقذها ويوقف الطياره دي واللي بتفجر المكان اللي موجود فيه، بعد ما سايرس قرر انه يحرقه. والمكان ده كان فيه كاميرون بو واللي بيخرج منه بصعوبه، وهيبتدي يقول للمساجين احنا لازم نحارب القوات اللي داخله ونبتدي نعمل لهم فخ ونسيطر على عربيه منهم، ويبتدي ينفذ خطته وجهز كل المساجين اللي موجوده معاه عشان ينفذ خطته، واللي فعلا بيبتدي ان هو يحرق اول عربيه موجوده. لكن فينس ابتدى ان هو ياخد جرار ويحمي كل القوات اللي موجوده وانها تمشي وراه، وكمان كاميرون بو ربط الطياره بتاعه سايرس في عمود عشان خاطر ما تقدرش انها تطير، وسايرس بيضرب الحبل ده بالرصاص عشان خاطر يقطعه، والطياره فعلا قدرت انها تطير في الاخر وخدت العربيه بتاعه دانكن واللي بتقع تتدمر قدامه، واللي بيبتدي ان هو وفينس يبتدوا محاولة تانية ان هم يتعقبوا الطيارة، لكن كانوا اكتشفوا امر كاميرون بو واللي هيضطر صديقه بي بي او ان هو يعترف على نفسه بدل كاميرون، واللي كانوا عايزين يعدوا لحد 3 وهيقتلوا الحارسة لو الراجل ده ما اعترفش على نفسه، وفعلا بيعترف على نفسه واللي ضربوا سايرس بالنار. وبعد كده بيفضل يقرا الرسالة باستهزاء، لكن بتوصل قوات الشرطة في آخر لحظة واللي بتبتدي إنها تهجم على الطيارة، وكان صاحب كاميرون بيودع الحياة وبيحاولوا إن هما يوقعوا الطيارة، لكن كاميرون هنا بيحاول إن هو يتدخل في محاولة أخيرة منه وبيهجم على كابينة القيادة بتاعة الطيارة وبيحاول إن هو يسيطر عليها، وبيأمر الطيارة إن هو يهبط بالطيارة، وبيبلغ كمان الشرطة إن هو بيسيطر على الطيارة دلوقتي وكانوا ضربوا سايرس جوه الطيارة. وفعلا الطيارة بتقرر الهبوط لكن في مدينة مليانة من السكان، والطيارة مش لاقية أي مطار إنها تنزل فيه، فبتقرر إنها تنزل في طريق عربيات، والطيار بيكون مجنون جدا وبيهبط بالطيارة فعلا في طريق العربيات، والمساجين كلهم بيبتدوا إن هم واحدة واحدة بيتحركوا بره الطيارة، وكانت قوات الشرطة بتحاصر الطيارة بالكامل وبتقبض على معظم المساجين اللي موجوده جواهم. وبيبقى هنا كاميرون قدر ان هو ينقذ صديقه، وفي نفس الوقت قدر ينقذ الحارسه اللي بتشكره جدا على مساعدته ليها. لكن هنا بيلاحظوا ان سايرس بيهرب بعربيه مطافي، بيبتدي هو والظابط ان هم يحاولوا ان هم يلحقوه، وبياخدوا موتوسيكلات الحراسه بتاعه الشرطه وبيجروا وراهم وبيقدروا يخلصوا على واحد منهم، وفي نفس الوقت بيطلعوا على العربيه، وبيقدر هنا كاميرون انه يضرب سايرس، وبعد مبارزه شديده ما بين الاتنين بيقدر كاميرون ان هو يقبض عليه ويحط كمان الكلبشات في ايديه. لكن الطياره كانت ماشيه بسرعه جنونيه، فبينط الظابط منها في اخر لحظه وكمان كاميرون قبل ما تنفجر، واللي في الاخر سايرس بيموت. وبعدها بنلاقي ان كاميرون والظابط بتبدا ما بينهم علاقه صداقه قويه، وبعد كده كاميرون بيرجع عشان يقابل مراته وبنته، واول ما بيشوفهم بيجري عليهم وبيقدم لبنته الهديه اللي حاول ان هو يحميها طول الطريق، لكن بنته بترفض تاخدها في الاول، وبعد كده بيحضنوا بعض، ودي تبقى نهايه حكايتنا. لو عجبتك الحكايه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.